السلام عليكم، سنة تانية حلوين، يا رب كلكم تكونوا بألف خير. وحشتوني. النهاردة بإذن الله اللي هنقوله في الفيديو هتلاقيه في امتحان نص السنة 100%. فركز معايا كويس جدا جدا علشان الكلام ده مهم، عشان نجيب درجات بقى ونقفل العلوم بإذن الله. النهاردة هنشرح الدرس كامل بتاع تآكل طبقة الأوزون وارتفاع درجة حرارة الأرض. هنشوف مع بعض ايه اللي بيحصل لكوكبنا وايه اللي هيحصل لنا احنا كمان لو الأوزون الطبقة بتاعته بقى حصل لها تآكل والكوكب اللي عايشين عليه ارتفعت درجة حرارته. مش بس كده، لو انت عايز ورق شرح مجانا كل معادلات المنهج بتاعك برضو مجانا، لازم تشوف صندوق وصف الفيديو، اللينكات كلها وكل حاجة تلاقيها في صندوق وصف الفيديو. كل لايك تعمله دلوقتي نعمل لايك للفيديو عشان تشجعني، وبالاضافة تشترك في القناة وتأكد انك دوست على الجرس وعلى اشعارات لكل شيء، كل حاجة جديدة اعملها توصل على طول. يلا بينا بقى نشوف ايه حكاية تآكل طبقة الأوزون دي وارتفاع درجة حرارة الأرض. اتفقنا مع بعض يا تاني اعدادي من خلال درس طبقات الغلاف الجوي، اللي عايز يسمعه هسيبهولك فوق دلوقتي، ان اول طبقه هي طبقه التروبوسفير، ماشي، وتاني طبقه بقى في طبقات الغلاف الجوي هي الستراتوسفير. دي اللي اخدناها في المره اللي فاتت. يبقى الطبقه الثانيه اللي هي مين؟ الستراتوسفير، واللي هيبقى موضوع درسنا في الطبقه دي النهارده. طيب طبقه الستراتوسفير احنا اتفقنا ان هي بتحتوي على طبقه الاوزون. تحتوي على مين؟ طبقه الاوزون، زي ما قلنا الحصه اللي فاتت، وقلنا ان طبقه الاوزون بتبقى موجوده على ارتفاع من 20 ل 40 كيلومتر من سطح البحر، يعني قد سطح البحر، ومن 20 ل 40 كيلومتر هنلاقي طبقه مين؟ طبقه الاوزون. خلاص، دي اول حاجه. طيب ليه ربنا سبحانه وتعالى اختص طبقه الستراتوسفير ان يبقى موجود فيها الاوزون؟ قال لك علشان الستراتوسفير بيحتوي على كميه من غاز الاكسجين. يبقى انا دلوقتي عندي غاز الاكسجين اللي هو ايه؟ رمزه ايه؟ برافو عليك، O2. طيب يبقى انا دلوقتي الستراتوسفير فيها كميه من غاز مين؟ الاكسجين. طيب غاز الاكسجين ده هو اللي هيعمل لي طبقه مين؟ الاوزون. طب ايه اللي بيحصل؟ احنا اتفقنا ان الشموسه بتاعتنا بتشع ضوء وحراره، وبيبقى برضه بتشع حاجه اسمها الاشعه الفوق بنفسجيه الضاره. فطبقه الاوزون دي بتمنع الاشعه فوق بنفسجيه الضاره ان هي توصل لنا احنا على كوكب مين؟ الارض. طب ايه اللي حصل بقى لطبقه الاوزون؟ حصل لها تآكل. طب قبل ما نشوف التآكل ده سببه ايه وحصل ازاي وكل حاجه عنه، تعالوا نشوف هو الاوزون ده بيتكون ازاي من خلال الاكسجين. قال لك والله انت عندك غاز الاكسجين هتمتص الاشعه الفوق بنفسجيه الضاره. يبقى انا دلوقتي ادي الشمس بتاعتي وهتطلع اشعه فوق بنفسجيه ضاره، مين هيمتصها؟ غاز الاكسجين اللي موجود في مين؟ في الستراتو. يبقى ادي غاز الاكسجين هيمتص ايه بقى؟ هيمتص الاشعه فوق بنفسجيه. طب الاشعه فوق بنفسجيه الضاره هنختصرها في رمز اللي هي اليو في. يبقى رمز اليو في ده معناه ايه؟ معناه الاشعه فوق بنفسجيه الضاره. طب يا مس هو الرمز ده مهم يجي لي في الامتحان؟ طبعا هيجي لك في الامتحان. يبقى لما يقول لك اليو في معناها ايه؟ هتقول والله الاشعه فوق بنفسجيه ايه؟ الضاره. يبقى انا عندي غاز الاكسجين هيمتص اليو في اللي هي الاشعه فوق بنفسجيه الضاره. فالاشعه فوق بنفسجيه الضاره بقى ايه؟ تكسر الروابط بين الذرات بتاعت الاكسجين. يعني بدل ما انا عندي الاو مثلا اهو كده، هتكسر لي الروابط ما بينها، فهتديني ايه؟ ذرات اكسجين حره. يبقى انت عندك او واو. خلاص كده؟ يبقى غاز الاكسجين لما امتص الاشعه فوق بنفسجيه الضاره اتكسرت الروابط اللي موجوده بينه، وبعد كده ايه؟ ادتني ذره اكسجين حره. يبقى دي ذره اكسجين ايه؟ حره، والثانيه برضه ذره اكسجين ايه؟ حره. طيب ايه بقى اللي يحصل؟ اللي يحصل بقى ذره الاكسجين الحره دي تتحد مع غاز تاني من جزيء تاني من غاز الاكسجين. يبقى الاو زائد الاو 2 هتديني ايه؟ او 3، والاو 3 ده هو غاز مين؟ الاوزون. يبقى عرفنا ازاي غاز الاوزون بيتكون. يبقى اول حاجه رمز غاز الاوزون او 3 ولا او 2؟ احسنت، رمز غاز الاوزون او 3. طيب الاو 2 ده الاكسجين يا مس. طب لو انا قلت لك في الامتحان غاز بيتكون من 3 ذرات متشابهه، يبقى غاز مين؟ برافو، غاز الاكسجين. بيتكون من 3 ذرات ايه؟ متشابهه. خلاص؟ طب يا ميس هي المعادله دي مهمه؟ ايوه طبعا المعادله دي مهمه جدا، اللي هي معادله تكوين غاز الاوزون. يبقى غاز الاوزون بكونه ازاي؟ والله عندي غاز الاكسجين بيمتص الاشعه الفوق بنفسجيه الضاره، وبعد كده بتديني ذرات اكسجين حره او بتيجي كل ذره اكسجين حره بتعيد ارتباطها تاني بذره بجزيء مين؟ اكسجين،
يبقى الاو زائد O2 هتديني O3 اللي هو غاز الاوزون. والمعادله دي في منتهى الاهميه، يعني مهمه بدرجه لا تتخيلوها. يبقى دلوقتي معادله تكوين غاز الاوزون بتتم على كم مرحله؟ 2. المرحلتين اللي احنا شرحناهم. في اي مشكله كده يا تاني اعدادي؟ يبقى الجزئيه دي في منتهى الاهميه. خلاص؟ يبقى غاز الاوزون رمزه ايه؟ ها قولوا لي في الكومنتات عشان اسمعكم كده واشوفكم. برافو عليك. الرمز بتاعه O3. طيب لو قلت لك غاز يتكون من 3 ذرات متشابهه او اتحاد 3 ذرات متشابهه، برضه هتقول لي ايه؟ O3. خلاص؟ يبقى طبقه الاوزون اللي فيها غاز مين؟ الاوزون. عرفنا ازاي الO3 ده بيتكون. خلاص؟ طيب تعالوا بقى نشوف حاجه مهمه تاني. قال لك بص يا عم، احنا اتفقنا ان الارتفاع بتاع طبقه الاوزون، يعني ادي طبقه الاوزون بلاقيها على ارتفاع من 20 ل 40 كيلومتر، يعني السمك بتاعها هي وحدها يبقى 20 كيلومتر. يبقى سمك طبقه الاوزون 20 كيلومتر. يبقى دلوقتي طبقه الاوزون دي، نتخيل ان انا عندي كوكب الارض اهو، ماشي؟ يبقى انا لي 20 كيلومتر كده دي هلاقيها طبقه مين؟ الاوزون. طيب جه عالم من العلماء اسمه العالم دوبسون. العالم دوبسون اهو هكتبها لك، عالم دوبسون. تاني دوبسون اللي هو الدي يو، هنختصرها كده الدي يو، هنشوف دلوقتي ايه هي الدي يو. دوبسون ده قال ايه؟ قال لي بص يا جماعه، احنا كده متفقين ان اساسا كوكب الارض بتاعنا بيبقى معرض لضغط جوي معتاد، وفي نفس الوقت درجة الحرارة معرض برضه لدرجة الحرارة. طب لنفترض بقى ان احنا عرضنا طبقة الاوزون اللي هي سمكها 20 دي كيلو متر، عرضناها لضغط جوي معتاد ودرجة حرارة زيرو، هنلاقي ان سمكها يبقى بدل ما 20 كيلو متر هنلاقي سمكها 3 ملم. تاني، يبقى انا دلوقتي طبقة الاوزون دي كلها لو عرضتها لضغط جوي معتاد ودرجة الحرارة بتساوي صفر، يبقى هلاقي ان السمك بتاعها بقى 3 ملم، يعني بدل ما كانت كبيرة قوي كده تبقى صغننة جدا لما احنا عرضناها لضغط جوي. طيب يبقى اذا العالم دوبسون، والله لو احنا عرضنا لطبقة الاوزون لمعدل ضغط ودرجة الحرارة، يبقى م ض د اللي هي معدل الضغط ودرجة الحرارة. والله لو عرضناها لمعدل ضغط معتاد ودرجة الحرارة بتساوي زيرو، احنا هنلاقي ان السمك بتاع طبقة الاوزون اصبحت 3 ملم، وتبقى عارف دي بس كده. المعلومة اللي انا قلتها لك تبقى عارفها بس. يقول لك ايه هو معدل اللي هو م ض د ده معناه ايه؟ هتقولي والله ده معدل الضغط، معدل اللي هي م، الضغط اللي هي ضغط، ودال اللي هي درجة الحرارة. يبقى معدل الضغط ودرجة الحرارة. يبقى انا لو سمك طبقه الاوزون اللي هي 20 كيلو متر لو عرضتها لمعدل ضغط ودرجه الحراره هتبقى سمكها كام؟ 3 ملم. يبقى العالم دوبسون اللي هو الدي يو، يعني الدي يو دي وهتبقى وحده قياس درجه الاوزون. وحده قياس درجه الاوزون الطبيعيه. يبقى درجه الاوزون الطبيعيه اللي افترضها العالم دوبسون، تمام؟ قال لك ان سمك طبقه الاوزون لو عرضناها لمعدل الضغط ودرجه الحراره هيصبح سمكها كام؟ 3 ملم. طيب قال لك ان درجه الاوزون الطبيعيه هو افترضها ان هي عباره عن 300 دوبسون. 300 الدوبسون. يبقى انت دلوقتي يا تاني اعدادي تبقى عارف حاجه، الدي يو او الدوبسون يبقى دي وحده قياس درجه الاوزون الطبيعيه. طب درجه الاوزون الطبيعيه كام دوبسون؟ 300 دوبسون. خلاص؟ طيب لو عرضنا السمك بتاع طبقه الاوزون اللي هي 20 كيلو متر دي لمعدل ضغط ودرجه الحراره هتبقى كام؟ هتبقى 3 ملم. يبقى كل 1 ملم من طبقه الاوزون بتعادل 100 دوبسون، يعني درجه الاوزون الطبيعيه 300 دوبسون. طب يا مس ال 300 دي هتفيدنا بايه؟ هتفيدني في القانون اللي هاخده بعد شويه. اول ما اقول لك درجه الاوزون الطبيعيه هتقول لي كام؟ 300 دوبسون. خلاص كده يا تاني اعدادي. تعالوا لجزئيه تانيه. طيب خلي بالنا كده يا تاني اعدادي مع بعض ان غاز الاوزون العلماء قالوا ان لونه بيبقى ازرق باهت كده. طب العلماء شافوه فين غاز الاوزون؟ يعني طلعوا فوق قالوا العلماء اتمكنوا ان هم يشوفوا الغاز ده بجوار الاجهزه بتاعت الانابيب بتاعت التفريغ الكهربي اللي بتبقى موجوده في التلفزيون والمكنه بتاعت التصوير. دي معلومه ليكم كده يعني، لكن انت مش عليك اللون بتاعه. يبقى اذا انا عرفت دلوقتي ان غاز الاوزون الرمز بتاعه O3، وعرفت مع بعض ان هو موجود في طبقه الستراتو،
وعرفنا مع بعض ان هو ازاي بيتكون من خلال الطريقتين دول او الخطوتين، لانهم مهمه جدا جدا جدا. دي اول حاجه مهمه معانا. الرمز طبعا في منتهى الاهميه. وعرفنا ان الدوبوسون ده عالم من العلماء افترض ان انا طبقه الاوزون اللي سمكها 20 دي لو عرضتها للضغط ودرجه الحراره هيبقى سمكها 3 ملم. يعني درجه الاوزون الطبيعيه عباره عن 300 دوبوسون. ولما اقول لك يعني ايه الدي يو او الدوبوسون هتقولي والله دي درجه الاوزون الطبيعيه. يلا بقى نشوف مع بعض على السبوره. الشمس الشموسه بتاعتنا لما بتشع الاشعه الفوق بنفسجيه الضاره دي، هل كل الاشعه بتاعتها بطبقه الاوزون بتمتصها ولا بتخليها تنفذ لينا ولا ايه الحكايه بالظبط؟ عشان دي مهمه. يلا بينا على السبوره. طيب نتخيل ان ادي الشمس الشموسه بتاعتنا اهي، والشمس دي بتشع الضوء طبعا والحراره والاشعه الفوق بنفسجيه الضاره. وادي احنا عايشين اهو على كوكب الارض والستراتو عليها اللي هي بتحتوي على طبقه الاوزون. يبقى اللون الاحمر ده عباره عن ايه؟ طبقه الاوزون. يبقى طبقه الاوزون اللي هو باللون ايه؟ الاحمر. طيب يبقى انا دلوقتي احنا عايشين اهو على كوكب الارض والستراتو بتحتوي على طبقه مين؟ الاوزون. وزي ما اتفقنا ان طبقه الاوزون دي ربنا خلقها ليه؟ علشان بتمنع نفاذ الاشعه الفوق بنفسجيه الضاره وبالتالي بتحمي الكائنات ايه؟ الحيه. طب الاشعه فوق بنفسجيه الضاره لو نفذت هل هتاثر فينا؟ ايوه طبعا هتسبب امراض كتير مختلفه، وبالتالي الاشعه الفوق بنفسجيه بيبقى ليها تاثير كيميائي على الجسم. تمام؟ طيب تعالوا نشوف. احنا دلوقتي الشمس هتشع الاشعه الفوق البنفسجيه. اي الاشعه الفوق بنفسجيه دي اللي هتطلع من الشمس بيبقى ليها 3 انواع. يبقى ليها ايه؟ 3 انواع. اول نوع بسميها اشعه فوق بنفسجيه ايه؟ قريبه. تعالوا نزود السمك كده بتاع طبقه الاوزون اهو. يبقى دي طبقه مين؟ الاوزون. طيب قال لك الاشعه الفوق بنفسجيه اللي هي البعيده دي اشعه ضاره جدا، اشعه ضاره على الكائنات الحيه اللي موجوده ايه؟ على كوكب الارض. فطبقه الاوزون هل هتخلي الاشعه دي تنفذ منها، تعدي منها، ولا هتصدها؟ قال لك هتصدها. يبقى الاشعه فوق بنفسجيه البعيده اللي هي الضاره لا تنفذ. يبقى لا تنفذ من خلال طبقه مين؟ الاوزون. لا تنفذ بنسبه 100%، يعني كلها مش هتعدي من طبقه الاوزون. يبقى طبقه الاوزون هتحمينا احنا منها، مش هتعديها خالص. يبقى دي اول نوع اللي هي الاشعه الفوق بنفسجيه ايه؟ البعيده. طيب الاشعه تاني نوع اللي فوق بنفسجيه المتوسطه. المتوسطه قال لك طبقه الاوزون مش هتخليها ايه؟ تعدي، ولكن جزء منها هيعدي. تمام؟ وبالتالي يبقى هي كده الاشعه فوق بنفسجيه المتوسطه دي هتنفذ بنسبه لا تنفذ بنسبه 95 ايه في المية. يعني 95% احنا هنصدها بره، ولكن ال 5% هتدخل ايه؟ جوه. طب الاشعه المتوسطه دي ضاره؟ ايوه ضاره. تمام؟ طيب تعالوا بقى لثالث نوع. يبقى اول نوع الاشعه فوق بنفسجيه البعيده، ثاني نوع الاشعه فوق بنفسجيه الضاره اللي هي لا تنفذ بنسبه 95% وتنفذ بنسبه 5% ودي ضاره. الاشعه الثالثه بقى اللي هي الاشعه القريبه ودي بتنفذ كلها من خلال طبقه الاوزون. يبقى ثالث نوع اللي هي الاشعه ايه؟ فوق بنفسجيه القريبه. طب الاشعه الفوق بنفسجيه القريبه دي ضاره يمس؟ قال لا غير ضاره. طب يمس دي هتنفذ؟ قال لك تنفذ بنسبه 100%. يبقى انت خلي بالك عندك حاجه لا تنفذ بنسبه 100% اللي هي الاشعه البعيده الضاره، عندك حاجه لا تنفذ بنسبه 95%، وعندك حاجه تاني اللي هي الاشعه القريبه دي بتنفذ بنسبه 100% لان دي اشعه غير ضاره. طب يمس الاشعه الفوق بنفسجيه القريبه دي اللي هي بتنفذ، طب كده مش هتضرنا؟ قال لك لا، ربنا سبحانه وتعالى جعل ان جسمنا محتاج الاشعه دي، النوع من الاشعه دي اللي هي الاشعه الفوق بنفسجيه القريبه اللي هي مش ضاره، علشان تساعد جسمنا ان هو يصنع فيتامين د. احيانا يا جماعه كده زمان كان يقول لك ايه؟ الولد البيبي الصغنن ده لازم تخلي رجليه وايديه معرضين للشمس. ليه؟ علشان الشمس تيجي عليه وبالتالي جسمه يصنع فيتامين د الخاص بتقويه بقى العظام بقى وكل حاجه. يبقى اذا الاشعه القريبه دي اشعه مهمه جدا، وهي الاشعه اللي بتنفذ بنسبه 100% من طبقه الاوزون. طيب ايه اللي حصل؟ ان طبقه الاوزون لها تآكل، حصل فيها تآكل
التآكل ده بنسميه بثقب الاوزون. تعالوا بينا على السفر. زي ما احنا عارفين يا تاني اعدادي ان كوكب الارض بتاعنا بيبقى ليه قطب شمالي وقطب ايه؟ والقطب الجنوبي اللي هو كده اهو القطب الجنوبي. طيب العلماء بقى لاحظوا ايه؟ العلماء في شهر سبتمبر من كل سنه لاحظوا ان عند القطب الجنوبي بتتجمع كده سحابه كبيره، سحابه سوداء كبيره. السحابه دي بتبقى ناتجه من الملوثات اللي بتعمل على تآكل طبقه الاوزون. خلاص؟ يبقى انا دلوقتي عند القطب الجنوبي للارض بلاقي ان في حصل تآكل لطبقه الاوزون. طب يا مس عرفوا ازاي؟ احنا اتفقنا ان درجه الاوزون الطبيعيه كام؟ 300 دوبسون، صح؟ طيب لقيوا ان فوق المنطقه دي درجه الدوبسون الطبيعيه دي ابتدت تقل، درجه الاوزون الطبيعيه ابتدت تبقى اقل من 300. يبقى المناطق اللي ما حصلش فيها تآكل درجه الاوزون عادي جدا 300. طب المناطق اللي حصل فيها تآكل يبقى قلينا بقى عن مين؟ عن 300، قلينا عن المعدل الطبيعي. يبقى اذا كده في مشكله. يبقى انا دلوقتي بيبقى عندي كوكب الارض وطبعا حواليها طبقه مين؟ الاوزون. لاحظنا ان في الجزء ده عند القطب الشمالي بتتكون سحابه سوداء كده. السحابه السوداء دي بتخلي درجه الاوزون الطبيعيه تقل، فبالتالي الطبقه دي حصل بها ايه؟ تآكل في المنطقه دي. يبقى لما اقول لك ثقب الاوزون يعني ايه؟ هتقول لي والله يعني تآكل طبقه الاوزون. طب فين التآكل ده؟ هتقول لي فوق منطقه القطب الجنوبي للارض. طب لو قلت لك القطب الشمالي، لا القطب مين؟ الجنوبي، لان العلماء لاحظوا في المنطقه دي السحابه بقى الناتجه من الملوثات اللي بتسبب ثقب مين؟ الاوزون. طب احنا دلوقتي يا تاني اعدادي عايزين نعرف ايه الملوثات اللي الحاجات اللي احنا بنستخدمها بتؤدي لتآكل طبقه الاوزون. طب يا مس الملوثات دي هتجيلك في الامتحان؟ ايوه هتجيلك في الامتحان بنسبه 100%. يلا بينا مع بعض نشوف ايه هي الملوثات بتاعه طبقه الاوزون. يعني الحاجات اللي انا بستخدمها وبالتالي بتلوث يعني انا بستنفع بيها بتفيدني، بس في نفس الوقت بتضر طبقه الاوزون، بتعمل لها عمليه ايه؟ تآكل، بتكسر غاز الاوزون في المنطقه دي، فبالتالي درجه الاوزون الطبيعيه بتقل عن ال 300. يلا بينا نشوف عزيزي. يا تاني اعدادي في ملوثات طبقه الاوزون حاجه بنستخدمها اسمها الهالونات. اسمها ايه؟ الهالونات. ايه اللي هي دي؟ طيب كلنا بنشوف الانبوبه دي بقى اللي بسميها الهالونات. دي بتعمل ايه بقى؟ دي بتستخدم في اطفاء الحرائق اللي مش بتطفأ بالماء. يعني مثلا لا قدر الله حصلت في المدرسه حريقه كهرباء، يبقى حريقه الكهرباء نروح نجيب لها ميه ونطفيها؟ اكيد لا يعني. طب مثلا بترول حصل مثلا ولع بقى وجاز ولع نجيب ميه ونروح نطفيها؟ هتزيد اكتر الحريقه. فبالتالي احنا بنستخدم الهالونات في اطفاء الحرائق التي لا تطفأ بالماء، ودي مهمه جدا جدا جدا. يبقى ايه اللي انا بستخدمه في اطفاء الحرائق التي لا تطفأ بالماء؟ احسنت، اللي هي مين؟ الهالونات. يبقى دي اول حاجه انا بستخدمها بتفيدني جدا، بتحوش الاذى عني، بس في نفس الوقت هي بتضر طبقه الاوزون، بتعمل لها عمليه تآكل. تعالوا نشوف تاني ماده. تاني ماده معانا اسمها الفريونات. تاني ماده اسمها ايه؟ الفريونات. ليها اسم تاني يا تاني اعدادي ومهم جدا جدا، اسمها مركبات فلورو كربون. فلورو ايه؟ كربون. طيب ليها رمز بقى، الرمز ده مهم. قال لك الرمز بتاعها CFCS. يبقى CFCS اختصار لمين؟ للكلورو كربون. طب ايه هي الكلورو كربون؟ اللي هي الفريونات. يبقى خلي بالك في فرق بين الهالونات والفريونات. طب كلنا سمعنا عن غاز الفريون. يا مس ده غاز الفريون اللي بيبقى موجود في الفريزر، يبقى ده بيعمل كماده ايه؟ مبرده في اجهزه التبريد. خلاص، يبقى اجهزه التبريد اللي احنا بنستخدمها يبقى فيها غاز مين؟ الفريون او ماده الفريون اللي هو فلورو ايه؟ كربون. تمام، يبقى بستخدمها كماده ايه؟ مبرده. طيب الفريونات دي بستخدمها في ايه تاني؟ عارفين عبوات الفوم يا جماعه اللي شايفينها دلوقتي اللي احنا بنجيب بقى فيها اللي بنحط فيها الاكل والكلام ده؟ الفريونات دي بستخدمها في الصناعه بتاعت عبوات الفوم دي. الماده الفريونات بتعمل كانها ماده نافعه علشان تعمل لي عبوات مين؟ الفوم بقى باشكالها واحجامها. يبقى دي انا بستخدم الفريونات في دي بقى ان انا بصنع عبوات الفوم. طيب تعالوا نشوف الدوائر الالكترونيه.
الشرايح بتاعت الدوائر الالكترونيه اللي بقى موجوده عندك مثلا في الريموت، اللي موجوده في الكمبيوتر بتاعك، اللي موجوده في اللابتوب وهكذا، يبقى انا عايزه انظفها من الحاجات الوحشه. فبالتالي انا بستخدم الفريونات كماده هتدوب لي ايه الحاجات الوحشه، وبالتالي تعمل على تنظيفها. طيب عارفين بقى الايروسولات اللي هو ايه؟ انا دلوقتي عندي دبان كتير، فبجيب البيروسول ده يبقى لما بضغط عليها كده بتطلع رذاذ كده علشان ارش بقى المكان، يبقى هي دي برضو بتدخل في صناعتها. يبقى انا دلوقتي الفريونات اللي هي الكلوروفلوروكربون اللي انا بستفيد منها من كل ده، ولكن للاسف دي بتبقى برضو من ملوثات طبقه الاوزون. يبقى انا دلوقتي اخدت كام واحده؟ اخدت 2. يلا نشوف ثالث واحده. طيب ثالث ملوث معايا اللي هو غاز بروميد الميثيل او الميثايل. غاز بروميد الميثيل ده بيستخدموه علشان يحفظوا بيه المحاصيل الزراعيه. انا دلوقتي عندي محاصيل زراعيه وخايفه احسن تبوظ، فبستخدم غاز بروميد الميثيل ده علشان احافظ على المحاصيل الزراعيه بتاعتي. يبقى انا بستفاد منه ولكن في نفس الوقت هو بيلوث طبقه الاوزون. طيب اخر حاجه معايا بقى بتلوث طبقه الاوزون يا سنه ثانيه اعدادي، حاجه اسمها اكاسيد النيتروجين. اكاسيد مين؟ النيتروجين. في فتره من الفترات صنعوا طائرات كده، الطائرات دي سريعه جدا جدا، سموها طائرات الكونكورد. طائرات مين؟ الكونكورد. ماشي، اللي انتوا شايفينها في الصوره المصوره بتاعت الفيديو. يبقى طائرات الكونكورد دي قال لك يا عم ده طيارات اسرع من الصوت، يعني سريعه جدا جدا، ولكن للاسف الطيارات دي بتطلع عوادم بقى منها، العوادم دي اللي هي اكاسيد النيتروجين. طيب الطائرات دي موجوده لحد دلوقتي؟ قال لك لا، وقفوا الصناعه بتاعتها علشان اكاسيد النيتروجين اللي هي بتبقى طالعه منها دي بتلوث طبقه الاوزون وبتعمل على تآكل طبقه مين؟ الاوزون. يبقى خلي بالنا ملوثات طبقه الاوزون كم؟ عندك 4، هالونات وفريونات وغاز بروميد الميثيل والاكاسيد النيتروجين. دي مهمه جدا جدا يا تاني اعدادي. يجي بقى لجزئيه مهمه جدا جدا. نفترض مثلا ان في تآكل في طبقه الاوزون في المنطقه دي. انا عايز اعرف التآكل ده حصل بنسبه كام في المية؟ ففي الامتحان هيقول لك بقى السؤال ده. فالسؤال ده هنشوفه دلوقتي على السبوره ومهم جدا جاي لك في الامتحان. يبقى خلي بالك بقى، نتفق على حاجه. يبقى في امتحان نص السنه هيجيب لك المساله بتاعه تحسب له النسبه المئويه لتآكل طبقه الاوزون في المنطقه دي، او مساله جبل. يبقى دي او دي، يبقى هما الاثنين دول تبقى داخل الامتحان ومخك كده في القوانين بتاعتها. طب تعالى نشوف كده على السبوره. يبقى لو عايز النسبه المئويه لتآكل طبقه الاوزون في اي منطقه هيديها لك، هتجيبها من خلال قانونين. قانونين. طيب اول قانون هتستخدمه هتقول له ماشي، درجه تآكل طبقه الاوزون في المنطقه اللي انت عايزها بتساوي درجه الاوزون الطبيعيه اللي هي 300 ناقص درجه الاوزون في المنطقه اللي انت مديها لي. طب لو قال لنا مثلا احسب النسبه المئويه لتآكل طبقه الاوزون في المنطقه دي درجه الاوزون فيها 150 دبسون، احلها ازاي؟ يبقى اول حاجه انا هستخدم مين؟ هستخدم القانون ده. هقول والله درجه تآكل الاوزون بيساوي درجه الاوزون الطبيعيه اللي هي 300 ناقص درجه الاوزون في المنطقه اللي هو مديها لي. طب هنا مديكي 150، يبقى 300 ناقص 150 هتديني ايه؟ هتديني 150 دبسون. يبقى دي اول حاجه انا جبتها له من خلال اول قانون. طيب بعد كده هقول له انت مش عايز النسبه المئويه لتاخد طبقه الاوزون؟ هيقول لي ايوه. هقول له ماشي، يبقى النسبه اللي انا جايباها دلوقتي او القيمه اللي انا جبتها اللي هي درجه تآكل الاوزون اللي انا طلعتها، تمام، على اقسمها على 300 وهضربها في 100. طيب تعال نطبق على المثال اللي انا مديها لكم ده. يبقى اذا يبقى النسبه المئويه لتآكل طبقه الاوزون بتساوي درجه تآكل الاوزون في المنطقه اللي احنا حسبناها 150 اللي طلعناها من اول قانون على ال 300 في 100 هتديني 50% دبسون. يبقى دي نسبه، عشان كده لازم نكتب 50%. علامه في المية دي مهمه جدا. ليه؟ لان هو بيقول لك النسبه المئويه. خلاص، يبقى انا دلوقتي لو عايز النسبه المئويه لاي حاجه يبقى استخدم كم قانون؟ 2. اقول له درجه تآكل طبقه الاوزون بيساوي درجه الاوزون الطبيعيه ناقص درجه الاوزون في المنطقه اللي هو بيبقى مديها لي. طيب عوضت بقى وتمام، يبقى الناتج ده اللي هيطلع هقسمه على 300 في 100.
يبقى ده قانونين مهمين جدا جدا هنحل عليهم كتير طبعا باذن الله. دلوقتي يبقى احنا كده خلاص عرفنا طبقه الاوزون بيحصل فيها تآكل. يعني ايه تآكل؟ والتآكل ده بيحصل بسبب ايه؟ نتيجه الملوثات اللي احنا بنستخدمها اللي بتبقى ناتجه عن استخدامنا يعني. وعرفنا مع بعض شويه معلومات كده ازاي الاوزون بيتكون وهكذا. تعالوا بقى للجزء الثاني بقى، درجه حراره الارض بتاعنا، كوكب بتاعنا ليه درجات حراره. العلماء لاحظوا ان كل سنه بتعدي درجه الحراره بتزيد. الله، طب ايه بقى اللي بيحصل؟ تعالوا نشوف على السبوره. طيب الاي بي سي سي اللي هي الهيئه العامه للتغيرات المناخيه اللي موجوده في امريكا، من خلال الابحاث اللي عملتها لقيت ان الهواء القريب من سطح الارض درجه الحراره بتاعته بترتفع. فقالت والله الارتفاع ده هنسميه بظاهره الاحترار العالمي. يبقى الرمز ده مهم. يبقى الاي بي سي سي دي معناها ايه؟ معناها الهيئه العامه للتغيرات المناخيه. طب من خلال الابحاث بتاعتها لقيت ان في الهواء القريب من سطح الارض بتاعنا لقيت ان درجه حرارته بترتفع. فقالت يبقى ده اسمه هنسميه بظاهره الاحترار العالمي. يبقى لما اجيب لك كده اقول لك ارتفاع مستمر في متوسط درجه حراره الهواء القريب من سطح الارض، هتقولي والله ده ظاهره الاحترار مين؟ العالمي. يبقى لما المصطلح العلمي يقول لك مثلا ارتفاع مستمر في متوسط درجه الحراره الهواء القريب من سطح الارض، انا هنا عندي كوكب الارض، الهواء القريب من سطح الارض. طب الهواء موجود فين؟ في التروبوسفير. طب درجه حرارته دي لما ترتفع، الارتفاع ده هنسميه ظاهره الاحترار العالمي. طب من خلال الدراسه قال لك والله ظاهره الاحترار العالمي ده بتحدث، او الارتفاع في درجه الحراره دي حدثت علشان نتيجه حاجه اسمها الاحتباس الحراري. يبقى الجزئيه دي مهمه. يبقى تحدث ظاهره الاحترار العالمي بسبب مين؟ الاحتباس الحراري. طب الاحتباس الحراري هنشرحها بالتفصيل. دي قال لك الاحتباس الحراري بينتج من حاجه اسمها الغازات الدفيئه. الغازات ايه؟ الدفيئه. لقيوا ان في الغلاف الجوي بتاع كوكب الارض وخاصه في التروبوسفير مع استخداماتنا لحاجات كتيره جدا، لقيوا ان الغازات الدفيئه دي، كلمة دفيئة معناه ان هتخلي درجة الحرارة ايه؟ ترتفع شوية، تبقى بدل ما هي طبيعية تبقى دافية، يعني هتسبب في الاحتباس الحراري. طب الاحتباس الحراري هينتج عنه ايه؟ ظاهرة الاحترار العالمي في كل العالم كله. طيب قال لك الغازات الدفيئة دي، أول غاز معاك اللي هو غاز ثاني أكسيد الكربون. يبقى ثاني أكسيد الكربون لما نسبته ترتفع في الجو، يبقى إذا أنا والله ده هيؤدي للاحتباس الحراري. طب ايه كمان؟ قال لك برضه بخار الماء. بخار الماء هو ال H2O لما نسبته ترتفع برضه هيؤدي للاحتباس مين؟ الحراري. طب قال لك ايه؟ قال لك مركبات اللي احنا لسه واخدينها CFCS اللي هي الكلوروفلوروكربون اللي هو الفريونات، برضه دي لما بنستخدمها بكميه كبيره والله دي برضه بتخلي الغازات اللي هي نسبتها ترتفع، بتؤدي للاحتباس الحراري اللي بتؤدي لظاهره الاحترار العالمي. طب ايه كمان؟ قال لك غاز الميثان. غاز مين؟ الميثان اللي هو CH4. ماشي؟ طب الرموز دي لسه احفظها بس اهم حاجه الكلام اللي بالعربي. طيب حاجه تاني اسمها اكسيد النيتروز. تمام؟ اكسيد النيتروز اللي هو ال N2O. طيب اكسيد، يبقى اكسيد النيتروز، غاز الميثان، مركبات الكلوروفلوروكربون، بخار الماء، الغاز ثاني اكسيد الكربون، نسبتهم كل الغازات دي كلها على بعضها بسميها الغازات الدافئه. طب الغازات الدافئه لما نسبتها ترتفع ايه اللي بيحصل؟ نسبتها ترتفع في الغلاف الجوي بتاعنا، يبقى هيحصل احتباس حراري للارض وبالتالي تؤدي لظاهره الاحترار العالمي. طب غاز ثاني اكسيد الكربون ده بينتج من ايه؟ قال لك والله بينتج من قطع الاشجار. انا دلوقتي لما اقطع الاشجار بقى غاز ثاني اكسيد الكربون هيرتفع. طب حرق الغابات برضه نفس النظام. خلاص، يبقى ده من ضمن الحاجات اللي بتؤدي لزياده مين؟ ثاني اكسيد الكربون. بقطع في الاشجار، بحرق في الغابات، يبقى هينتج من ده كله ان ثاني اكسيد الكربون نسبته ترتفع عن النسبه الطبيعيه اللي ربنا خلقها سبحانه وتعالى. الغازات الدافئه دي بتؤدي للاحتباس ايه؟ الحراري. طب الاحتباس الحراري هيؤدي الى ايه؟ الى ظاهره الاحترار مين؟ العالمي. خلاص؟ طب تعالوا نشوف كده، نتخيل ان الاحتباس الحراري ده نفهمه اكتر بحاجه اسمها الصوبه الزجاجيه. تعالوا بقى نشوفها على السبوره. كده ادي كوكب الارض بتاعنا، يبقى ادي كوكب الارض وادي حواليه كده ده الغلاف الجوي بتاعنا.
يبقى ده الغلاف مين؟ الجوي. ماشي. وادي الشمس الشموسه بتاعتنا بتصدر الاشعه، تمام، المرئيه اللي هي الضوء المرئي. يبقى الشمس بتعمل ايه؟ بتصدر اشعه الضوء المرئي، تمام، اللي احنا ايه؟ بالضوء بتاع الشمس العادي، وبتصدر اشعه. الاشعه دي الطول الموجي بتاعها قصير. الطول الموجي بتاع الاشعه دي ايه؟ قصير. طبعا الطول الموجي والكلام ده هناخده في الترم الثاني. يبقى انت عندك الاشعه، الشمس دلوقتي بتطلع حاجتين، بتطلع ضوء مرئي، الاشعه بتاعت الضوء المرئي، وبتطلع الاشعه اللي الطول الموجي بتاعها ايه؟ قصير. طيب الاشعه دي بتاعت الشمس الضوء المرئي بتسقط على مين؟ تسقط على كوكب الارض اها. يبقى كوكب الارض بقى ايه اللي هيعمل ايه للاشعه دي؟ قال هيمتصها. طب وبعد ما يمتصها هيطلعها بقى بره على هيئه اشعه حمراء، اشعه تحت حمراء، اشعه تحت ايه؟ حمراء. يبقى الاشعه تحت حمراء دي ناتجه من ايه؟ والله انا عندي الارض بقى وكل حاجه عليها امتصت الاشعه الضوء المرئي وامتصت الاشعه القصيره دي، وبعد كده رديتها مره ثانيه على هيئه اشعه تحت ايه؟ حمراء. الطبيعي ان الاشعه تحت الحمراء خلاص هتنفذ من مين؟ من الغلاف الجوي. هنا بقى لما حوالين الارض في التروبوسفير او في التربوسفير عندي الغازات الدفيئه اللي احنا قلنا بقى ايه مسبباتها، اللي ثاني اكسيد الكربون والميثان والكلام ده كله، النسبه بتاعت الغازات الدفيئه دي ترتفع، تخلي الارض تعمل ايه؟ بدل ما تخلي الاشعه فوق اللي هي الاشعه تحت الحمراء تطلع بره، قال لك الاشعه تحت الحمراء تبقى محبوسه، تيجي تنفذ بره تنعكس لمين؟ لجوه الارض تاني. يبقى هي الاشعه تحت الحمراء هتنحبس في مين؟ في الغلاف الجوي بتاع مين؟ الارض. طب اتحبست ليه؟ علشان الغازات الدفيئه نسبتها ارتفعت. فلما الغازات الدفيئه نسبتها ارتفعت خلت الارض بدل ما الاشعه الحمراء تطلع بقى وتبعد عننا، لا دي تتحبس جوه الغلاف الجوي ايه؟ بتاعنا. خلاص؟ وعشان كده ده بنسميها ايه؟ الاحتباس الحراري. يبقى الاحتباس الحراري عامل زي الصوبه ايه؟ الزجاجيه. طب الصوبه الزجاجيه اللي هي عامله ازاي؟ يبقى انتوا بتشوفوها تمام بتبقى بالمنظر ده، وهنا انا بزرع مثلا انا في فصل الشتاء ماشي، بس عايزه ازرع فواكه مثلا او خضروات بتطلع في فصل الصيف، بتطلع في فصل مين؟ الصيف. فانا بيبقى البيت اللي انا عاملاه ده من الزجاج بسميها الصوبه زجاجيه. صوبه مين؟ زجاجيه. الصوبه الزجاجيه دي بتمتص الاشعه بتاعه الشمس وتحبسها جواها. يبقى هنا درجه الحراره مالها عاليه، فانا عايز ازرع مثلا حاجات في فصل الصيف، الفصل الصيف يعني درجه حراره عاليه، فالحاجه تنمو بقى وتطلع علشان ايه اللي حصل؟ حصل احتباس حراري لمين؟ جوه الصوبه الزجاجيه. كذلك نفس النظام ده نفس اللي بيحصل لمين؟ للارض. انا عندي غازات دفيئه نسبتها زادت جدا، فبدل ما الاشعه اللي انا امتصتها اطلعها بره، لا ده هتنعكس جوه الغلاف وترجع لي مره ثانيه وتؤدي الى الاحتباس مين؟ الحراري. يبقى الاشعه تحت الحمراء اللي هي ادت للاحتباس الحراري دي بقول عليها لها تاثير حراري. لها تاثير ايه؟ حراري. خلي بالنا من الكلمه دي مهمه. يبقى الاشعه تحت الحمراء ليها تاثير مين؟ حراري. خلاص؟ طب الاشعه فوق بنفسجيه اللي لسه واخدينها من شويه القريبه بقى والبعيده والكلام ده كله ليها تاثير كيميائي. نخلي بالنا من دول مهمين وهيجوا في الامتحان. يبقى نفرق ما بين الاثنين. يبقى الاشعه تحت الحمراء دي ليها تاثير حراري، تمام، لما بتتحبس في التروبوسفير بتخلي درجه حراره الارض بترتفع. طيب الاشعه الفوق بنفسجيه لا دي لها تاثير كيميائي، يعني ممكن تيجي عليا مثلا مع ثقب الاوزون بقى والتاكل اللي حصل الجسم يتعرض لها، يحصل لا قدر الله بقى سرطان في الجلد والكلام ده كله فبتاذينا، يبقى ليها تاثير ايه؟ كيميائي. طيب الاشعه تحت الحمراء الطول الموجي بتاعها ايه؟ كبير، فعشان كده مش هتقدر تنفذ من مين؟ من الغلاف الجوي، ومع ارتفاع طبعا نسبه الغازات الدفيئه. طب يا مس يعني ايه اللي هيحصل لما درجه الحراره بتاعت الارض ترتفع؟ عادي يعني نجيب مكيف. يا جماعه درجه حراره الارض كلها لما بترتفع ده هتؤدي لكوارث بيئيه. يعني هتعمل ايه؟ يعني اول حاجه هتعملها، احنا عندنا القطب الشمالي والقطب الجنوبي فيهم جليد، فلما درجه الحراره ترتفع الجليد ده هينصهر هيسيح. طب لما يسيح بقى ايه اللي هيحصل؟ قال لك بقى في بعض الحيوانات اللي عايشه هناك هتنقرض، عايشه على الجليد، فتخيل الجليد ده ساح، يبقى انا هناك انا بهدد بقى ايه؟ الحيوانات دي اللي عايشه هناك. يعني عندك الطب القطبي، عندك فيل البحر، كل ده هيحصل له ايه؟ ان هم هيبقوا مهددين بالانقراض.
طيب ايه بقى اللي هيحصل تاني؟ قال لك في مناطق الساحليه هتختفي. نتخيل ان الجليد ده ساح بقى ميه، فنسبه الميه ارتفعت عن الطبيعي، فايه اللي حصل؟ هيبقى في مناطق هتغرق. يبقى اذا في مناطق ساحليه ايه هتختفي. يبقى اول اثر من الاثار السلبيه لارتفاع درجه الحراره بتاعه كوكب الارض او الاحترار العالمي ان انصهار جليد القطبين الشمالي ومين والجنوب. دي اول حاجه. طب تاني حاجه ايه اللي هيحصل؟ قال لك هتحصل تغيرات مناخيه حاده. يعني ايه تغيرات مناخيه حاده؟ يعني هيبقى في حرائق للغابات. انتوا بنشوف كده ان الغابات تبقى وحدها كده وتتحرق. طيب هيحصل موجات جفاف، هيحصل الاعاصير بقى اللي بتبقى بقى مصاحبه بقى للفيضانات والكلام ده. يبقى كلها دي بتبقى نتائج سلبيه لمين؟ للاحترار اللي حصل ليه كوكبنا. فعشان كده العلماء دايما بيقولوا لنا ايه يا جماعه، احنا عايزين نرشد بقى الاستهلاك وما نستخدمش حاجات تلوث البيئه والكلام ده. وبكده يا تاني اعدادي نكون خلصنا الدرس الجميل بتاعنا. اهم حاجه تركزوا في التركات اللي انا قلتها، مهمه جدا جدا، والقوانين والمعادله اللي احنا اخدناها بتاع تكوين غاز الاوزون. طيب لو انت عايز الدرس ده تسمعه اجزاء هسيبه لك برده في صندوق وصف الفيديو، وهتلاقيه فوق في قائمه التشغيل. كل اللي عليك تعمله دلوقتي انك تعمل لايك للفيديو عشان تشجعني، وتشوف مراجعه اكتوبر علشان تستعد للامتحان.